السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد. كنبداو كما العادة الفيديو ديالنا بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. الوصفة ديالنا اليوم فقاس مالح بثلاثة النكهات بواحد الطريقة زوينة، كيخرج كمية كثيرة، وغادي تعتمدي هذه الوصفة ان شاء الله وما تبقاش تخطاك. فابقاو معايا ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. هنا بالنسبه للمكونات عندي واحد الرابعه ديال الزبده اللي كنديرها في واحد الكاسرول، وكنخوي عليها نص يطرو ديال الماء اللي كيكون غليان، وكنخلي هذيك الزبده حتى كتلين هكذا شويه في داك الماء، وداك الماء ما يبقاش سخون بزاف. من بعد كنخويه في واحد القصريه اللي غادي نخدم فيها هذا الفقاس، وكنحاول نحرك هذيك الزبده هكذا شويه بواحد الضراب هكذا اولا معلقه، غير ديك الزبده هكذا حتى كتذوب شويه، وفي نفس الوقت داك الماء يبرد ما يبقاش سخون بزاف. بالنسبه للمكونات كندير معلقه صغيره ديال الملحه، ما نكثرش الملحه حيت عندنا الموطارد ملحه اللي كنديروا فيها 2 معالق كبار ديال الموطارد، وكندير فيها كاس ديال الزيت النباتيه اولا زيت العود اللي كتكون النكهه ديالها خفيفه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال البزار، وكندير 4 الحبات ديال الفرomاج مربع اولا المثلث اللي عندكم يعني اللي موجود. كندير واحد المعلقه صغيره عامره ديال الثومه بودره. كنحاول نمعس هذاك الجبن اللي كيكون هكذا شويه قاصح، كنمعسو هكذا شويه نحلو في داك الماء دافي وهذا، وكنبدا كنضيف الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لي هاد العجينه. هنا بالنسبه للخميره غادي ندير خميره وحده ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، وكنخلط هاد المكونات هكذا جيدا، وانا كندخل في الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لي هاد العجينه اللي كتجي واحد العجينه لينه. هنا من بعد ما تجمعت هاد العجينه هذه، هنا غادي ندير 3 النكهات. غادي نقطع العجينه ديالي على 3 الكويرات يعني متساويين، اولا النكهه اللي كتعجبكم بزاف يعني كتكثروا منها. انا هنا نكهه الحار نقصت منها حيت ما كياكلوهاش يعني الوليدات نتوما عارفين. فهنا النكهه ديال الزعتر غادي ندير الكميه ديال الزعتر حسب يعني واحد 2 معالق كبار عامرين، وكنضيف عليهم 2 معالق ديال الجبن مبشور في الحكاكه رقيقه. كندير العجنه الثانيه كندير فيها تحميره والهريسه الحاره. يمكن لكم ديروا الهريسه يعني المعجونه البلديه احسن، كتعطي النكهه وكتعطي حتى لوغو زوين. وهنا انا استعملت غير لاصوص الحاره تاع القريعات هكذا. وعندي النكهه الثالثه عفوا درت السانوج، حتى هو درت واحد 2 معالق كبار ديال السانوج. غادي نبقى كندلك هاد العجينه بهاد الطريقه هذه باش هذيك الزعتر كيدخل ودوك المكونات يدخلوا في العجينه مزيان، بحال كنمزق العجينه بيدي وانا كندخل فيها داك الزعتر كامل حتى كينسجم، ما تبقاليش العجينه بيضه وجهه جهه فيها اللون وجهه ابيض. كذلك النكهه ديال السانوج عفوا حتى هي بنفس الطريقه كنبقى كندخل فيها السانوج، وإلا خصني كنبقى كنضيف. انا هنايا درت تقريبا 2 معالق كبار ديال عامرين نتاع السانوج، وكنبقى كندخلها بهذه الطريقه هذه بحال كنمزق ديك العجينه وانا كندخل فيها هاد المكون اللي ضفت ليها. هنا بالنسبه للتحميره والهريسه حتى هي بنفس الطريقه. كما قلت لكم من الاحسن استعملوا الهريسه اللي كتباع عند مول الزيتون، راها كتجي ألد وكتعطي لوغو احسن من الهريسه يعني اللي كتباع في جاهزه هكذا في القريعات. كنبقى هكذا كتبغي هاد الفقيقسات هكذا كيبغيو شويه الصبر، وغير بشويه هكذا حتى كنقادوها وندخلوا فيها النكهات باش كيجي اللون ديالهم هكذا موحد. وكنبدا بهاد الطريقه هذه بحال الشكل اللي غادي نديرو
يعني الفقاس العادي كنقطعوه هكذا صغيورين، هكذا حجيمات صغيورين باش كنديرو ديبوده اولا هكذا شي قطيبات هكذا اللي كيكونوا حرابل، عفوا اللي كيكونوا رقاق، ما نغلظوهمش بزاف حيت فيها الخميره كتعاون هاد النوع ديال العجينه دغيا كتبان فيه الخميره. العجينه خفيفه دغيا كيبان يعني كتبان فيها الخميره. من الاحسن نديروهم رقاق بزاف. كنبقى كندير بهاد الطريقه هذه بالاستعانه بشويه ديال الدقيق، يعني من بعد ديك العجينه شويه كتبان فيها الزبده راه كتجمد شويه وكتعاونكم يعني كاع بلا ما ديروا الدقيق. كنبقى غادا هكذا شوي بشوي حتى كنكمل الكميه كامله عندي والنكهات اللي عندي. نفس الطريقه دي نديرها العجينه الحمراء هكذا. هنا يمكن لكم ديروا شي نكهه ثالثه اللي هي كديروا المعدنوس، من الاحسن يكون جاف، وبصله محكوكه حتى هي كتضيفوها للعجينه راه كتعطي واحد المذاق رائع. انا هنايا فضلت انني ندير غير هاد النكهات هادو. كنبقى هكذا حتى كنكمل العجينه كامله ديالي بنفس الطريقه. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد كندخلهم للفران وكنخليهم كما كتشوفوا هنا راه خرجتهم من الفران غير يتشمعوا، يعني العجينه ديالي باقا خضره لداخل غير بحال ديك الصدمه ديال الحراره وصافي. يعني كنخليهم غير كيتشمعوا، ما يطيبوا ما يتحمروا ما حتى شي حاجه، باش كيعاونونا انهم ما يتكسروش. وكنخليهم ليله كامله، كنغطيهم واحد المنديل ونخليهم ليله كامله باش كيجيو ما معجنينش من الداخل ويعاونونا في التقطاع. هنا من بعد ما صباح يعني باتوا ليله كامله كنبدا نقطعهم. انا الفقيقسات بحال هكذا ما كيعجبونيش يتقطعوا مدورين، يعني على بهذه الطريقه هذه انا كنميل الموس، ما عرفتش واش تفهموني. كنميل الموس وكنبدا نقطعهم هكذا يجيو بحال شكل جوينحات رقاقين. يكون احسن ما نقطعوهم يعني كيجيو غير دواور عاديين. كنبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. هو كيبغي شويه الخاطر ولكن النتيجه كتكون زوينه في الاخر. هنا قربت لكم باش تشوفوا الطريقه ديال التقطاع. كنميل داك الحربول وكان الموس هو كنبدا كنقطع بشكل مائل. بهذه الطريقه هذه هو زوين هكذا في الدار، يعني كنزينوا به هكا الطبله، كنحطوه في دوك طويجنات صغار ولا في طبيسيات صغار. هنا من بعد ما ساليت الكميه كامله قطعتها، كتبغي كما قلت لكم شويه د الخاطر وصافي. هنايا من بعد ما قطعتهم كما كتشوفوا هذاك ديال الزعتر الفرماج راه باين، هذا اللي شفتوه دابا كحل، ديال السانوج، وهذا خلاص راه ديال الحار وتحميره. صافي بالنسبه للطياب كيبغي النار مهيله باش ما يتحمرش، يعني خصو ما يتحمرش، كيبقى داك اللون ديالو هكذاك وصافي. يعني كنبقاو بحال الشكل الطياب ديال الزريعه اولا كنديروه في واحد اللاطه كما كتشوفوا معايا هنايا. كيف كتشوفوا معايا في الفيديو
كنديرو في واحد اللاطه، كنديرو في النار مهيله وكنبقاو كنحركو، يعني مره كنحركو هكذا غير بيدينا باش هكذا توزع الحراره على الحبات كاملين وكياخذوا نفس الطياب ويتقرمشوا مزيان. هي راه كتبغي الوقت شويه حتى في الطياب ديالو، ما كيبغيش يعني انك تزربيبيه، ونبقاو هكذا عاطين الخطر حتى كيطيب كله صافي ونحصلوا على شي نتيجه زوينه. من بعد ما طابوا كما كتشوفوا معايا، هذا هو اللون ديالهم، باقيين يعني محافظين على اللون ديالهم، كل نكهه بوحديتها. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.